بهتم جدا منطقة الكعب اللي فيها الجهاز البولي، لأن عندي هنا في نسبة أملاح موجودة في البول. ده في التشخيص اللي احنا عملناه في الحلقة الماضية، فبحاول إن أركز في الكعب عشان أتخلص من نسبة الأملاح الموجودة في البول. وفي اليوم دون هتلاقيه في أثناء عملية التبول هيلاقي لون البول غامق ومتكتل شوية أو لونه أغمق شوية، لأنه بينزل نسبة الأملاح الزايدة الموجودة في البول وفي الكلى. بضرب بالطريقة دي، أو عندي تيولز في ترسبات تحتيه بحاول إن أنا أفتتها، وهو بيحس طبعا بيحصل هنا استيمينيشن للعصب، سموها في كلية العلاج الطبيعي نيرفال ستيمينيشن، منبهات عصبية. بشتغل على المنطقة الصدرية، بعمل حاجة اسمها زان شاتسو، دي حاجة غير الريفلكسولوجي. حاول تجيب العصاية كده تشدها هنا، يا ريت الكاميرا تقرب معايا. شوفوا الأول كان في تكتلات دموية، خلايا الدم البلازما بتاعتها متكتلة شوية. لا خليك معايا هنا اهو. بمجرد ما بدوس كده بسيب شايفين الدم، كرات الدم الحمراء والبيضاء مليئة بالطاقة والحيوية. قبل كده كانت مصفرة هنا شوية، مفيش تنشيط دورة دموية ليها. أو شايفين ده بيدل ان حصل عملية تنشيط واستجابة فورية للجسم وتنشيط للدورة الدموية. نحاول نلفها. من هنا أعزائي المشاهدين بختم الجلسة بتاعتي برضه بالضفيرة الشمسية حتى يتم عملية الاسترخاء التام للحالة اللي بتعامل معها. مهمة جدا نبدأ بالضفيرة الشمسية وننهي الجلسة بالضفيرة الشمسية اللي بتزود نسبة الإدرينالين والكورتيزون الطبيعي الموجود في الجسم. وببدأ إن أنا أوطي القدم بتاعتي دي، وأبدأ أشتغل في القدم التانية. للأسف وقتنا انتهى، وإن شاء الله لينا مقابلات أخرى. تابعونا على الإنترنت في اليوتيوب وعلى قنوات فضائية كتير جدا. بالنسبة للإيميل سعد_أستاذ_online@yahoo.com، والاتصال هاتفيا أو لأي حالة عايز يعمل جلسات رجاء الاتصال كل يوم أحد من كل أسبوع، فقط يوم الأحد 012 36 90 535. معكم
سعد المصري، معالج ريفلكسولوجي ومحاضر في كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.